تعالوا أحكي لكم أطيب وصفتين تعملوا فيهم فيليه السمك شوي وقلي، ومتأكدة إنكم راح تحبوهم وراح يعجبوكم. راح نبلش بالطريقة الأولى. لتتبيلة الشوي بنحتاج معلقتين كبار ثوم مهروس، عندي هون كزبرة، كمون، بابريكا، كركم، فلفل أسود، زنجبيل، بودرة الثوم اختياري، بهارات السمك، ملح. راح أحطهم على الثوم. بعد هيك راح أضيف عليهم عصير نص ليمونة وربع كوب زيت زيتون. راح أخلط المكونات كلها مع بعض. وهيك عندي تتبيلة السمك صارت جاهزة. عندي هون سمكتين فيليه أي نوع انتو بتحبوه بتفضلوه. راح أنزل التتبيلة عليهم وراح أوزعهم بهاي الطريقة على الجهتين. راح أقلبهم على الجهة الثانية لحتى أوصل كل التتبيلة على كل السمك. طبعا لازم تكونوا مشغلين الفرن قبل ب10 دقايق. بنشوي السمك وراح أتركهم بالتتبيلة لمدة ساعتين. بعد هيك بالبايركس حطيت ورق زبدة، حطيت شرحات بصل، وراح أحط السمك عليهم. راح أحط على الوجه إكليل الجبل، طبعا بإمكانكم إنه تستغنوا عنه اختياري، بيعطي السمك نكهة كتير طيبة. راح أدخل السمك على الفرن على الرف الوسط مثل ما حكيت لكم بتشغلوه قبل ب10 دقايق. وراح أبلش بالوصفة الثانية. عندي هون كمان سمك الفيليه راح أقطعه بهي الطريقة. كمان عندي هون سمكتين كبار قطعتهم بهذا الشكل، وهيك عندي صاروا جاهزين. راح أحطهم هون بالبايركس وراح أضيف عليهم بابريكا وفلفل أسود وزنجبيل وملح وإكليل الجبل وكركم وكمون وكزبرة وعصير نص ليمونة ومعلقة توم مهروس. وراح أضيف عليهم معلقتين كبار زيت زيتون. وراح أخلط المكونات كلها مع بعض بهي الطريقة. وراح أتركها لمدة ساعة بهذه التتبيلة. بعد هيك راح أجهز لهذه الخلطة. عندي هون بيضتين راح أحط عليهم كوب طحين، وراح أحط عليهم نص كوب مي، ممكن تحتاج شوي مي، ممكن معلقة أو معلقتين. أضفت عليها التوابل بابريكا وكمون وفلفل أسود وكركم وملح وبهارات مشكلة وثوم مهروس. راح أضيف عليهم نص كوب مي وراح أخلط المكونات كلها مع بعض. وهيك عندي الخليط صار جاهز. راح أحضر لخليط التغطية عبارة عن كوبين طحين. أضفت عليهم نفس التوابل اللي أضفته مع الخلطة بزيادة، هون معلقة كبيرة بيكنج باودر. حركت المكونات كلها مع بعض. رح أنزل السمك بهذه الخلطة ورح أخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى أتأكد إنه السمك عندي أخذ من هذه الخلطة كاملة. وبعد هيك رح أخذ حبات السمك ورح أحطها بخليط الطحين يلي حطيت عليه بهارات. ورح أعمله بهاي الطريقة. رح أعمل كل الكمية اللي عندي. وبعد هيك بقلاية على النار رح أحط زيت، طبعا الزيت لازم يكون عندي ساخن. وهيك عندي السمك صار جاهز. راح ابدا اقلي السمك. راح اقليه بهاي الطريقه مثل ما انتم شايفين هيك. حكيت لكم انه الزيت عندي ساخن لازم يكون. بعد دقيقتين او 3 دقائق راح تقلبوهم على الجهه الثانيه. وهيك عندي صاروا جاهزين. شلتهم من الزيت، شوفوا لونهم ما شاء الله ما احلاه. بنصحكم تجربوها كتير طيبة وراح تحبوها كتير، وخصوصا الأطفال كمان راح يحبوها. راح أفرجيكم كمان السمك بعد ما طلعته من الفرن. طبعا السمك أول ما استوى عندي حمرته من فوق. بدي أفرجيكم كيف شكلها ما شاء الله. طعمها كتير طيب. خبروني شو حبيتوا أي وصفة فيهم. وصحتين وهنا يا رب. بتمنى يكونوا الوصفتين عجبوكم ويعطيكم العافية.